عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال في أول النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ده دعاء علمه لينا النبي صلى الله عليه وسلم، سماه سيد الاستغفار. فيه كلمات مش بس بنقولها، دي كلمات لو خرجت من القلب بصدق ممكن تغير حياتك كلها. تخيل كده دعاء بسيط لو قلته الصبح وانت موقن بمعناه ومات الإنسان قبل الليل يبقى من أهل الجنة، ولو قاله بالليل ومات قبل الصبح برضه يكون من أهل الجنة. يعني ربنا بفضله ورحمته يجعلك من أهل الجنة لو قلت كلمات سيد الاستغفار من قلبك. نبدأ كده مع أول كلمة: اللهم أنت ربي. يعني يا رب أنا عارف إنك أنت اللي خلقتني وإنك المتصرف في حياتي، مفيش حد غيرك يستحق العبادة ولا الطاعة. لا إله إلا أنت، بعلنها من قلبي، مفيش معبود بحق غيرك ولا سند ولا أمان غيرك. خلقتني وأنا عبدك، أنا مخلوقك عبدك، لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، خاضع ليك راجع ليك يا رب، ذليل بين إيديك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب بحاول على قد ما أقدر، ماشي في طريقك ملتزم بعهدك، بس أنا ضعيف فأعني يا رب على عبادتك وطاعتك، وأنا مصدق يا رب وعدك. أعوذ بك من شر ما صنعت، حاسس يا رب بتقصيري وبلجأ لك تحميني من شر أفعالي، من ذنوبي اللي عملتها بإيدي. يعني يا رب أنا اللي عملت الغلط، أنا اللي غلطت وأنا اللي عصيت وأنا اللي أذيت نفسي يا رب بإيديا. الشر مش منك يا رب أبدا، الشر من قلبي اللي غفل، من نفسي اللي ضعفت، من لحظة بعد عنك نسيت فيها أنت مين يا رب. ولما أقول أعوذ بك يبقى أنا بجري ليك، بهرب إليك يا رب، زي طفل خايف، زي عبد بيجري على باب سيده بيقول له أنا غلطت بس ماليش غيرك، أنت ملجئي وسندي وحصني اللي بحتمي فيه من شر نفسي قبل شر الدنيا. عارف ليه؟ عشان الشر مش ليك يا رب، والشر ليس إليك. كل حاجة منك خير، كل فعل ليك حكمة، وكل اسم من أسمائك مليان رحمة وجمال. لكن أنا اللي قصرت، أنا اللي بعصيك بنعمك، وأنا اللي محتاجك تغفر لي وتسترني. وأبوء لك بنعمتك علي، معترف إنك مفضلني ومديني نعم كتير، وأنا مهما شكرتك يا رب مش هوفيك حقك. وأبوء بذنبي، يا رب عندي ذنوب وساعات بضعف وبغلط، بس أنا جاي لك بقلب مكسور معترف ونادم، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مفيش غيرك يا رب يسامح، مفيش غيرك يطهر القلب من الخطايا. اغفر لي بحق رحمتك اللي وسعت كل حاجة. عارفين يا جماعة دعاء سيد الاستغفار لو قلته من قلبك هتحس بحب رهيب لربنا، حب يخليك مش قادر تبص في الأرض من كسوفك منه، تحس كده إنك غرقان في نعم، في ستر، في عطاء، وربنا ما بيسألكش، بيديك على طول. تحس إنك مكسوف قوي، يا رب أنا مقصر في شكر نعمتك، مش بس كده ده أنا بعصيك بنعمك. بص لنفسك كده، بتسمع وبتشوف وبتتحرك وكل ده من غير ما تدفع جنيه، وبعدين بتستعمل النعم دي في معصيته. ولما تستشعر المعاني دي تحس بقلبك بيرجع لك، تحس إنك عبد بجد، عبد بيحب سيده وخايف من زعله، وعايش طول عمره يرجو رحمته ويخاف من عذابه. لو المشاعر دي فعلا نورت جواك هتستقيم، هتتغير، هتبطل ذنوب، وهتلاقي نفسك بتترقى في الإيمان يوم ورا يوم ودرجة ورا درجة. ومهما ربنا أنعم عليك عمرك ما هتتكبر، ومهما صليت وصمت وذكرت عمرك ما هتقول أنا، هتقول يا رب ده كله من فضلك عليا وخيرك. هتعيش في الدنيا بتحب ربنا حب كبير قوي، حب يخليك تبكي من الشوق وتبكي من الكسوف، تحبه عشان أنعم عليك وتتكسف منه عشان مقصر، ومع ذلك هو بيحبك. هتعيش عبد راجي، عبد باكي، عبد حاسس إنك صغير قوي قدام رحمة رب كبير وعظيم جدا. الدعاء ده مش بس كلمات، ده ميثاق حب وعهد رجوع وبوابة لمغفرة الذنوب والمعاصي. قوله كل يوم من قلبك، خليك موقن خاشع شاعر بكل كلمة، يمكن تبقى سبب دخولك الجنة، يمكن ربنا يبدل بيه سيئاتك لحسنات. ما تضيعش سيد الاستغفار
ده هدية نبوية فيها حياة كبيرة لقلوبنا. وكل عام وحضراتكم بخير وسعادة وأقرب لربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.